السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحشتوني جدا. من كام يوم كده في أحد الافتتاحات اللي بيقوم بيها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي قال إن مصر ما فيهاش ثروات، مصر ما فيهاش غير حجر جيري ورخام ورملة، وإن ما فيش ثروات تدر مليارات الدولارات سنويا، زي مثلا ثروة البترول في المملكة العربية السعودية أو الغاز في قطر أو ما شابه إلخ يعني، وإن إحنا حرفيا دولة فقيرة. كلام مظبوط، كلام مظبوط. الكلام ده في رأيي المتواضع عاري تماما من الصحة. مصر فيها ثروات لا تقدر بثمن. بسم الله الرحمن الرحيم. احنا تقريبا الدولة الوحيدة في العالم اللي عندها جميع انواع السياحة، ان كانت سياحة ثقافية، ان كانت سياحة علاجية، ان كانت سياحة ترفيهية. تمام. انت دولة فيها نيل وبتبص على بحرين، بحر احمر وبحر ابيض. تمام. فاحنا عندنا ثروات كبيرة جدا. عندنا مناجم السكري بتاعت الذهب وغيرها. عندنا ثروات معدنية لا تقدر بتريليونات الدولارات في سيناء. تمام. من رملة جزاز لمعادن لغيره. عندنا اكتشافات بترولية واكتشافات غاز تقدر بمليارات الدولارات برضو، والدولة نفسها هي اللي كانت بتعلن عنه الكلام ده كله. تمام. عندنا أيدي عاملة وعدد من السكان عملاق، والمفروض ده يكون كارت في صالحنا مش ضدنا. تمام. إنما المشكلة فين؟ المشكلة إن إحنا عندنا سوء توزيع في الثروات، ما بنوزعش ثروات صح. ليس هناك عدل في توزيع الثروات حرفيا. تمام. يكفي ان مصر فيها اكتر من جهاز سيادي. الاجهزه السياديه دي بتسيطر حرفيا على اقتصاد الدوله بالكامل. اي حاجه بتجيب فلوس هتتفاجئ ان هي بتدار من المخابرات العامه او من المخابرات الحربيه او من الامن الوطني او من رئاسه الجمهوريه الخ كل حاجه بتدر جنيه في الدولة هتلاقي جهاز سيادي بيديرها أو واقف عليها. والكلام ده بالمناسبة من كلام مش خافي على الناس، لكن ما تطلعوش تقول لي ان مصر ما فيهاش ثروات. لا، مصر فيها ثروات ومصر فيها عقول. تمام. لو فضلت تحكي معايا للسنة الجاية وتقول لي ان احنا ما عندناش كوادر او ما عندناش ثروات موجودة في البلد او ما عندناش ما يؤهلنا ان احنا نكون دولة، مش هقول لك دولة غنية، لكن دولة ما تكونش محتاجة لحد، مش هصدقك. لا، مصر فيها ومصر غنية ومصر ولادة في كل شيء. تمام. انما احنا عندنا سوء توزيع ثروات. من كام يوم كان وزير المالية في لقاء مع احد جراديش اعلامنا، فبيقول له انا مسميني وزير الجباية. تمام. عشان حوار الضرايب وما شاء انت فعلا وزير الجبايه. وعلى فكره انا بالمناسبه مش بلوم عليك، لانك مجرد بتنفذ امر برضه، ما لا اكتر وقل، وما تقدرش تجود باي حاجه من عندك. الوضع في مصر جبايه، حرفيا جبايه. اقسم بالله العظيم احنا دافعين 1000 جنيه، موردين 1000 جنيه لوزاره الزراعه عشان احنا بنزرع 12 اجرات قمح. 12 اجرات دول هم يعني نص فدان. نص فدان قمح ده يعني بعد تعب وجرف وده كله، واخد بالك، يا دوبك ياكل اسره فيها 3 4 انفار. تمام. والارض ارضي ملكي. تمام. وبرضه بدفع لها فلوس. مفيش مكان، مفيش مصلحة حكومية، مفيش أي حتة في جمهورية مصر العربية ممكن تروح تخلص ورقة. حتى لو مش هتخلص ورقة، ده أنت لو معدي على طريق ولا معدي على كوبري لازم تدفع. لازم تدفع. ادفع ادفع ادفع. طب هو يعني من كعبه وغزله؟ يعني انت الفلوس بتاعتي تاخدها مني ضرايب وتاخدها مني جبايه وتاخدها مني بكل الاشكال والافتكاسات اللي بتفتكسوها عشان ترفعوا فلوس من الناس، وفي الاخر برضو تدفعني عليه. يعني انا لو ماشي على طريق لازم ادفع كارته، معدي على كوبري، لا كوبري في على النيل، انا لازم عشان اعدي عليه ادفع له كارته. ده ايه ده بقى؟ تمام. لكن لا حياة لمن تنادي. لينا شهور وسنين بنتكلم في حاجه زي دي، وان صوتك عالي شويه وتحس انك انت بتعارض او معترض على شيء، فانت هينتظرك شويه تهم زي العسل كده. انت اخوان، انت كاره للبلد، انت ارهابي، انت حاجات غريبه جوه كده، يعني حاجات انت اساسا مالكش علاقه بيها اصلا. تمام. وتتفاجئ انك انت لابسها لمجرد انك انت قلت كلمه حق. لا، احنا عندنا ثروات. وللسيد وزير الماليه، انت وزير جبايه فعلا. اقسم بالله العظيم الامر تحول لجبايه حرفيا، وجبايه لا تطاق. جبايه تنذر بنهايه كارثيه، بنهايه انفجاريه. تمام. ثانيا، انا لو ما عنديش ثروات ودوله فقيره زي ما بتقولوا، ودوله معدومه، ودوله لولا الخليج لكانت انهارت وضاعت وما شابه من الكلام اللي بيتقال ده. تمام. طب ماشي يا عم. طب ما انا اسمع كلامك، اصدقك، اشوف تصرفاتك، استعجب. لما انا كده
ببني ليه مدن جديده، ببني ليه عاصمه اداريه واكلف خزينه الدوله مليارات الدولارات، ببني ليه مدينه زي مدينه العلمين الجديده دي، ايه لازمتها معايا؟ ايه السر في التركيز على شبكه الطرق والكباري بالصوره المرعبه دي؟ تمام، الله اعلم. طب عرم مليارات، الدين الخارجي متضاعف، بحط فلوس في غير مكانها، مفيش مشروع بتفتتحوه ولا بتحطوا فلوس فيه ليه نتيجة جاية ابدا، مفيش الكلام ده خالص خالص خالص. تمام، انما الامور بتدار بالهوا. مرة تطلعوا تقولوا ان احنا لو كنا اتكلنا على دراسات الجدوى ما كناش حققنا 25% من اللي حققناه، مع اننا ما عرفش هو اللي اتحقق. تمام، ومرة تانية تقولوا لا ما فيش حاجة تمت على الهوا، بالعكس كان كله ده محطوط موضع دراسة ومدروس. طب فين نتائجه؟ فين نتائجه؟ تمام، عندي دين خارج انا مليارات الدولارات هيتوزع على 3 4 5 اجيال جايه. ادي الوضع واخد بالك ان في فلوس بالمليارات بيتم هدرها في صوره مرتبات بقى للداخليه والخارجيه والمخابرات والجيش واللفه الكبيره الطويله العريضه دي، ومكافآت ورفع مرتبات مره واثنين وعشرة وعشرين. تمام، لله سبب ادي لو في عدل في توزيع الثروات هتعرف الفلوس دي بتروح فين، وهتعرف احنا ليه دوله حاليا بالمنظر ده دوله فقيره. وتمام، وبرضه ارجع واقول لك كلامنا ما بيتناسبش مع افعالنا. تمام، من ناحيه منفذين صفقات ملياريه للتسليح. تمام، وتحت ايه؟ تحت اي مبرر؟ تحت مبرر ان احنا جيشنا كان بيعتمد على التسليح الامريكي. الكلام ده بالمناسبه صحيح ان احنا كان جيشنا تسليح امريكي، لان احنا كانش في نيتنا حرب ولا هنحاربه. تمام، لكن لما جه مساله سد النهضه دي بيجي فيه مبرر 10/10. تمام، نوجد بيه صفقات تسليح، وان احنا لازم ننوع مصادر تسليحنا. طب ماشي، انا نوعت مصادر تسليح ليه؟ انا متعاقد على السخوي، جبت الميج 29 من روسيا، الاس 300 دفاع جوي جبته من روسيا. تمام، متعاقد على، جبت الرافال صفقتين ورا بعض، رافال من فرنسا. كلام زين. القوة البحرية، مصر داخلة بتجلها في مسألة القوات البحرية والقطع البحرية، وما أدراك من ميكو لفريمبر جاميني لغواصات تايب 109 غيره غيره غيره. طب ماشي، انا بدفع المليارات دي ليه؟ بدفع المليارات فعلا انا محتاج السلاح ده، ولا انا بشتري موقف، ولا بسكت الناس دي، ولا ايه بالظبط؟ ماشي، عندنا مشكله مع اثيوبيا وهنضربوها، مع ان انا مش عارف هنضرب اثيوبيا بغواصات ازاي، بس مش مهم. فعلا يا سيدي انا معاك ان القوات المسلحه كانت محتاجه تحديث. طب بعد كده احنا ما ضربناش طلقه على اثيوبيا. اثيوبيا نفذت الملء الاول ونفذت الملء الثاني، وحاليا شغاله في الملء الثالث، وما ضربناش عليها بومبا من بومب العيد. طب انا جايب السلاح ده ليه؟ ليه بحمل خزينه الدوله، بحمل الدوله مليارات الدولارات؟ ده غير اللي بيتم التعاقد عليه. ده احنا داخلين صفقه ملياريه بقول لكم مع ايطاليا، 24 طياره يورو فايتر تايفون، ومش عارف 24 طياره تدريب وقمر صناعي، ومش عارف كام قطعه بحريه، وشويه حبشتكنات كتار جو كده. مفيش اي داعي ليهم، انا مش محتاجهم. يعني اذا كان المفروض اللي راح احاربه اللي هو اثيوبيا اللي هي جرفاني في الميه، انا مش هضرب طلقه عليها، وما اجرؤش اضرب طلقه عليها، وما اقدرش اضرب طلقه عليها، ولو اشترينا سلاح لحد بكره. تمام، ده بعيدا عن انك انت تدخل حرب بسلاح مشتريه يعني، ولنا في ذلك قصص يعني. طب انا اجيبه ليه سلاح؟ هتحمل ليه المليارات الدولارات دي كلها انا؟ تمام، بدل ما اطور شبكه السكك الحديديه اللي هي موجوده في قلب الدوله، اللي هي بتخدم من 2 ل 3 مليون يوميا. انا يا دوبك واخد بالك جبت كام جرار من امريكا على شويه عربيات جديده من روسيا. تمام، وشويه تطوير كده في نظام الاشاره، وطبعا بطاطس، والناس اللي بتستخدم القطارات عارفه الكلام ده كله كلام فاضي له اي لازمه. ورفعت التذاكر واخد بالك 200% و300% زيها زي المترو وغيره وغيره. واللي المفروض يتعامل في شبكه السكك الحديديه الموجوده رحت انا عملته في صحراء، اللي هو القطار الكهربائي اللي هو مش عارف راح يمر على العاصمه ويمر على مدينه مش عارف العلمين والكلام الفاضي ده كله، اللي هي صحراء ولسه ما حدش سكنها، ودافع فيه مليارات. تمام، وبدون جدوى، ملوش اي جدوى، ملوش اي مردود، مش هيجيب اي فلوس، مشاريع بالعبيط مش هتجيب 50 قرش. طب الطرع دي اللي انتوا نازلين فيه حريقه مش هيحل مشكله الميه برضه. مش هيحل مشكله الميه. مشكله الميه دي بالمناسبه لسه جايه. مشكله الميه دي فيها كارثه، فيها مصيبه. لكن انا كل ما اتزنق اتفنن في قوانين الضرائب والجبايه. يا ريت انت لو راح تبني بيتك اللي هو ملكك، مش ملكك ورث ابا عن جد،
ومبني دور واثنين وراح تبني لك دور ثالث، لازم تروح تدفع 15 او 20 الف جنيه تصالح. انا مش فاهم يعني ايه تصالح، ومش عارف ليه يعني هدفعها الفلوس دي عشان ابني في حاجه بتاعتي ملك، غير طبعا التكلفه. المغزى من الموضوع ده كله، من دون ما انت راح تبني، من دون ما انت راح تزرع، من دون ما انت راح تعمل اي حاجه، فانت كده معاك فلوس، كده معاك فلوس. ارفع يا معلم، هات الفلوسات اللي معاك نقلبوك فيهم واركن لك على جنب ونشوفوا اللي بعدك. تمام. اذا كان الحل الوحيد اللي بيورد في مخك كل ما تواجه ازمه اقتصاديه انك انت ترفع جبايه من الناس، فده قمه الفشل، الفشل من فوق كده. تمام. واحنا داخلين على كارثه، والوضع نفسه يعني بينذر بوضع انفجاري. ويا ريت الوضع الانفجاري ده لا قدر الله، وما اتمناش ان حاجه زي كده تحصل، يا ريته هيكون على شخص. تمام. لا، مع الاسف هيكون على مؤسسه كامله. لان نفس الغلطه اللي غلطها جمال عبد الناصر، صدر القوات المسلحه وطلعها، القوات المسلحه وطلعها على المسرح وصدرها في كل شيء. فبيجي حاله الغضب، ما غضبانش انت من شخص، من فرد، لا، ده انت غضبان من مؤسسه كامله. ودي كارثه، كارثه. القوات المسلحه المصريه لازم تبعد عن اي نقاشات ولا اي حاجه تخص سياسه، وما يكونش ليها اي دور غير دورها اللي هي معموله عشانه، حمايه الحدود. لكن ما تنزلش القوات المسلحه تبني، ما تنزلش القوات المسلحه تعمل مزارع، ما تنزلش القوات المسلحه كلام. في صوره ذهنيه للجيش والفرد القوات المسلحه في ذهن الناس. ليه مصرين تدمروها؟ ليه مصرين تكرهوا الناس في الحاجه الوحيده الركيزه الاساسيه اللي معانا، اللي هنصرف عليها دم قلبنا؟ تمام. ليه مصرين؟ ليه طلعتوها المسرح؟ ليه صدرتوها للناس؟ ليه مصرين تكرهوا الناس فيه؟ شيء اغرب من الخيال. مصر دولة غنية، تمام، هي كل ما هنالك بس ان في سوء توزيع ثروات بمنتهى البساطة. مش عايز اقول لفظ تاني. مصر دولة احنا في مليون حاجة دفعنا فيها مليارات في الثمان سنين اللي فاتوا دول، ما كانش لها اي 30 لازمة. وكان يمكن توجيه الاموال دي، بس وجه المال بس كده لتعليم وصحة وبحث علمي، وتفرج على النتائج، والنتائج ما كانش هتطول لانك عندك العقول. لكن احنا مع الاسف 100 ولا كنا 110 مليون محكومين في عقلية واحدة وفي رؤية واحدة. احنا ما فهمناش، وكم التناقضات اللي بيحصل في كل خطاب او في كل كلمة او في كل ظهور يرفع مخك، يتوج عليك الدم عافية كده، يخليك مجبر. يعني مليون مرة الواحد يحاول يمنع نفسه انه يطلع ولا يتكلم ولا يقول ولا اي حكاية، ويقول يا عم انا ماليش دعوة، انا معايا عيال عايز اربيها فضيناها. بس هتوصل لدرجة كده ما هتقدرش تسكت. تمام. منين؟ من التناقضات اللي في الكلام دايما. تمام. لما تطلع تقول لي ان مصر دوله فقيره، لا، مصر دوله مش فقيره. ومصر، بس مصر في كده في ثروات كده مبلوعه ما نقدرش عنها اي حاجه. مصر فيها خير يكفي. شوف العدد اللي احنا فيه ده اللي هو 120 مليون، لو احنا مليار بني ادم زي الصين كده، فيها مصر خير يكفي الناس دي كلها، بس يكون في عدل في التوزيع. دي واحده. تاني حاجه، واخد بالك، انا واحد عايز علاقاتنا مع الصهاينه ترجع الوضع التطبيع اللي كانت عليه ايام مبارك. او والله العظيم زي ما اكلمكم كده، انا عايز الوضع يرجع وضع تطبيع، مش وضع علاقات مفتوحه زي كده. الصهاينه دلوقتي بيجي دوله بتيجي وعلى العلن. يعني حتى كان مبارك يقابل رئيس الوزراء الاسرائيلي ده، كان يبقى الكلام ده مخفى عن الاعلام المصري، ما كنتش تسمع غير من الجزيره او من الاعلام الخارجي بس. لكن ما كانش يبقى معلن، زياره ما تبقاش معلن. دلوقتي احنا بنستقبلهم وبنسلم وبنقوم لهم من مكاننا، نروح نسلم عليهم. هم قاعدين على كراسي، سيبنا لهم سينا وفتحنا، مش ما رستش على طابه وذهب، لا، ده طابه وذهب وسينا معاه. تمام. وبيجوا عند الهرم وبيحتفلوا ويسكتوا على كده؟ لا، ما يسكتوش على كده. غير يجي لك يوم العيد يجي يعطيك فوق راسك ويقول لك خد، انا عندي مقبره جماعيه لجنود مصريين، لاكثر من 80 جندي مصري تم قتلهم، اسرهم وقتلهم ودفنهم في مقبره جماعيه. اما هم دول ولاد الكلب اللي احنا داخلين معاهم اساسا، انتوا واخدينهم في الباط وقلعتوا لهم البنطلون. تمام. ودخلتوا علاقات وسله غاز ومش عارف ايه و برضه لازم يهزقوك قدام شعبك، لازم يدوك راسك. بالمناسبه، ان كان الكلام حوار المقبره ده حقيقه او لا، يعني صدق من عدمه، بغض النظر، لا، هم عملوا فينا في 67 ابشع من كده بمراحل. ده لو رصت على 80 واحد قاتلينهم تبقى كويس قوي. واللي احنا عملناه فيهم في 73 يعني ما يجيش 5% من اللي اتعمل فينا في 67. احنا واكلين علقه كما قال الكتاب، واللي يقول غير دي كداب. ووصف نكسه او وصف هزيمه ما يوصفش اللي حصل. ولسه قدامنا 100 سنه تاني ليه لما حد يكلمك عن اللي حصل بجد في 67. 67 دي كانت كارثه، كارثه حرفيه، كارثه حرفيه كده. بس ادي الناس اللي احنا فتحنا لهم بلدنا وعاملينهم قال، وخلاص اتحولوا قال من عدو لصديق. تمام. بص بيعملوا فيك.
والله اقسم بالله العلي العظيم ما ندوهم مصر ملك ونسيبوا لهم مصر دي كلها والدول العربيه كلها كده ونسيبوها لهم، والله العظيم ما هيسيبوك في حالك، ولا هيحبوك ولا هيشوفوك صديق ولا اي حاجه. الناس دي بجد حرفيا ما لهمش علاقات، ما لهمش سلام. الناس دي مش هترجع عنك غير لما ياخدوا بالجزم على راسك. لكن احنا بالصلاه على النبي حولنا العلاقات من تطبيع لحبايب وزيارات متبادلة وصفقات، وبقت الدنيا تيكت ايزي كده. والناس اللي اتهرست في 67 و56 و73 دي دمها كده اتلف في بفرة واتشرب، ولا حياة لمن تنادي، ولا كأنه في كنا أعداء معاهم ولا لنا دم معاهم ولا أي حاجة. تمام. ايه ده؟ ايه اللي احنا واصلين له ده وايه اللي احنا رايحين فيه ده؟ اللهم لا حول ولا قوة إلا بالله. أتمنى ما كنتش طولت عليكم. السلام عليكم.